مين كال الباميه الويكه قبل كده؟ انا اول مره على فكره هعملها واول مره هاكلها. معانا شوربه، انا سلقت اللحمه فيها اهي، سلقت اللحمه وطلعتها، ومعانا الشوربه متهيئه وكله. طبعا كلكم بتعرفوا تعملوا الشوربه كويس. ومعانا معلقه توم مفروم صغيره، ومعانا دي اختياري قرن شطه حامي، ومعانا باميه انا مفرزاها، شايفين لونها اخضر ازاي، وهننزلها وهتاخد غلوتين بس في الشوربه، وبعدين نشوف هنعمل ايه. كده كفايه غلوه والتانيه وخلاص، وهنسيبها لحد ما تبرد شويه. وتعالوا نجيبوا حته زبده، نبتدي بقى ننزل اللحمه بتاعتنا، وهنحمرها، وبعد ما نحمرها نوريها لكم. وكده حمرنا اللحمه بتاعتنا، هنرش عليها فلفل اسود ونرش عليها ملح، ده المعتاد اللي احنا بنعمله، بنرش ملح وفلفل. في حاجه جديده بقى، حبه كزبره، رشي عليها كزبره ودوقي طعمها بقى بالكزبره الناشفه، حاجه كده ايه ملهاش حل. ما هو ده شغل فاخر من الاخر. وكده الباميه بردت عندنا، وبالهاند بلندر او بالخلاط هنديها ايه خبطه بسيطه كده، مش عايزين نعمه. دي السمنه اللي حمرنا فيها اللحمه، هنجيب التومه ونحطها فيها ونحمرها. وكده التومه قربت تتحمر اهي، وهنحط عليها شويه كزبره، بس الكزبره مش هنحطها من الاول عشان ما تتحرقش. اول ما التومه تتحمر هننزلها عليها كده بقى، نبتدي ايه نحط الكزبره، وادي الكزبره وتقليبتين ونطفي عليه، وهننزل التومه بقى على الباميه الطشه بتاعتنا. شايفين شكلها بيغلي وجميله ازاي، هو ده الكلام. ودي الباميه بتاعتنا بعد ما عملنا لها الطشه، والريحه بتاعتها تجنن بجد بجد، ريحتها تجنن. وتعالوا ندوقها كده، واو على الجمال. ازاي انا ما اكلتهاش قبل كده ولا دقتها قبل كده؟ ده كده انا فاتني كتير قوي بجد بجد، طعم وريح.